أسعد الله أوقاتكم أحبتي بكل خير وبركة. مثل ما وعدتكم أخوتي وحسب طلب الأخوة الأعزاء علي أنه رادوا فيديو بخصوص الفاتوران وشلون يميزون الفاتوران الأصلي من الفاتوران المقلد وشلون أنه يفحصوه. ورادوا فيديو خاص بالفاتوران وعدم جمع بين السندلس والمسكي. أخوتي بس حتى لازم هاي معلومة نقول، يعني نتكلم بداية الموضوع عن الفاتوران. الفاتوران طبعا هو ألماني، اجى من بعد البقلايت من بعد المسكي. المسكي طبعا هو مو اسمه مسكي بالألمانيا، المسكي ناس تقول الخليج سمته مسكي، وناس تقول الإغريق، وناس تقول تركيا، وناس تقول اليونان سموه وما تعرف. يعني هذا احنا هسه اللي سماه مسكي كان الخليج وكان سوريا وكان مصر وكان العراق، مو المهم هذا عندنا. فصنع مادة البقلايت بالبداية. من صنع مادة البقلايت شاف البقلايت قام يغلف يتغير لونه، والبقلايت غامق يعني البقلايت اللي هو المسكي. هذا المسكي غامق، هذا طبعا كانت لونها ليموني أصفر وهسه صارت جزري من بعد ما تغلف. فمن شافه هيجي قام غير المادة مال يعني المواد اللي صنعها. طبعا هي ما بيها نايلون، هي عدة أصماغ ومواد كيميائية. مواد كيميائية سواها، طبعا ناس تقول 1907 لكن أنا أعتقد سنة 1800 تقريبا هيك بالثمانين، يعني 1880 تقريبا هيك، لأن المعمل بدأ يشتغل على ما أعتقد. مو بدأ يشتغل، موجود المعمل كانت ب 1990. ناس تقول هو العالم الكيميائي ألماني وهرب على أمريكا، وناس تقول أصله بلجيكي وهرب على أمريكا. هذا من ما علينا به، لكن هو المعمل كان في ألمانيا. فإجا سوى الفاتوران، سواه شفاف وحتى ما يتأكسد، يعني يستحيل لحد هذا اليوم ما يتأكسد. يقول لك فاتوران يغلف، قل له أنت باطل كذاب وما تعرف. مو بكيفي، أنا ما أتكلم إخوان يعني من عندي ولا اجتهاد من عندي. سماه الكاتيلين سماه زين. سوى 3 أنواع، غالبيته أحمر زين، غالبيته يكون أحمر وأصفر وبرتقالي، واكو أحمر دموي شلون هسه راويتكم اياه بالصورة، واكو أحمر شلون احنا نقول وردي أو زهري. الناس اكو سوريين زهري يعني شو اسمه. ما يتأكسد نهائيا، ما يغلف، يستحيل، وغير قابل للحرارة. يعني أنا ما عندي هسه حاليا جوايدي، بس خلي أجيب لك سندلس بس ثواني. السبحة مالتها خلي أجيبها. أخوان السندلس المسكي ثلاثتهن لا تخاف عليه أبد. هاي طبعا أنا مرة واحد قال لي هاي جام خفيف هيك، يعني قال لي هذا زجاج. واحد معلق لي، أنا كاتب لي مسوي فيديو عليه، قال لي هذا شو اسمه مرة بالقروب زين. فهذا ما يحترق اخوان، لا تخافون عليه ابد.
لا يموع ولا يحترق ابد. هاي باوع، هاي بس صارت حاره. فلي هاي طبعا مو فاتوران، هاي سندلس ما يتاثر بالحراره. فايش قاموا يسوون؟ ايش قاموا يصنعون؟ يصنعون مكتبيات، يصنعون تحفيات. روسيا، امريكا، اليابان، الصين، دول اوروبا قاموا يسوون هاي البنات يستعملوهن، ما اعرف يعني سوارات، ما اعرف شنو، الحنفيات، السكاكين، مكتبيات، حتى السيارات، دشبول ما دشبول ما اعرف شنو. فيجي واحد يقول لك فول عطاب. فول عطاب يعني انت تطب مكتب مال محامي، مكتب مال طبيب، مكتب مال ما اعرف شنو، طب تلقاه العطاب واصل لابو موزه. يعني ماكو هيجي تصعد بالسياره وتقول له عمي السياره كلها عطاب، يقول لك والله مو هذا السندلس او الفاتوران او المسكي ريحه عطاب. زين ماكو هيجي حكي عمي، ماكو هيجي، يعني ما بي اصلا اي ريحه وما تقدر تعرف ريحته نهائيا. فكان يستعملوه للزينه، للحلق، لايد، ما اعرف شنو، يجي انقطع من السوق حاليا، ماكو نهائيا، نهائيا ماكو لا مسكي، لا فاتوران، لا سندلس الماني. رجع اكو واحد هندي قام يصنعه، لكن هو هندي يمكن اعتقد بماليزيا او تايلاند يصنعه، هندي. واكو شخص سوري صنعه، بس وين صنعه؟ صنعه بتركيا. صراحه هذول اثنيناتهم هس حاليا دي يصنعون، هذول الاشخاص اثنيناتهم الصراحه اخوان جابوا تقريبا جابوه 80 الى 85%، يعني تقريبا يعني شبيه بالمسكي، بالفاتوران، بالسندلس. اذا واحد يسال يقول زين ليش هو ما يقدر يعني ما حللوها؟ هم حللوا، عرفوا المواد منين مصنعيها، لكن الطبخه شلون ما حد يعرف. مثلا انت هسه تروح لابو كبه، لابو كباب، ها، تروح تباوع تسال منو هذا؟ والله هذا خوش كباب. تروح تسوي بالبيت ما تقدر تجيبه، لحم مفروم وتجيب نفس الشيء يقول لك، بس ما تجي مو طيب، مو نفس اللي اكلته بالمطعم. مخلي له مخلي له شويه شحم، مخلي له شويه توابل، ما اعرف شنو، ما تقدر. فالطبخه هم عرفوا شنو المواد، لكن شو يسوي؟ مثلا هاي زودها من هاي الماده، هاي الصمغ زودها زياده، ما طلعت نفس الشيء، بس سووها تقريبا شبيه. اخوان نجي طبعا الفاتوران، المسكي، السندلس، تجيب هاي المواد المذيبه، يعني ذوب الصبغ، الكحول، الاسيتون، ما تذوبهن لا الفاتوران لا المسكي لا السندلس. تجي شلون تريد تطلع الريحه مالتها؟ طبعا هي ما بيها ريحه، ما بيها ريحه الا بشغله واحده، يا اما تجيب دنبوس او تحرقه. هذني لا دنبوس ولا هاي، تجيب مي حار او تفور مي حار تخليه عليها على البخار، راح يطلع لك ريحتها. الفاتوران، الفاتوران تجيبها او اي سبحه عندك تفحصها، او تجيبها تغطها هيج بالمي الحار، شويه مي حار يعني فاير، تخليه بيها وتشتم السبحه مالتك وتعرفها. شنو الريحه مالتها؟ الريحه مالتها رائحه الحبر الباركر. قبل العلبه مال الحبر، قلم الحبر متعبيه، تاخذ علب مال الحبر، او ريحه الدواء، ريحه مال دواء. او اكو جماعه يقول يعني كل من وله نظريه، يعني شلون ريحه الصنوبر، واحد يقول ريحه الاسفنيك بالعراق يسموه، لكن الاقرب شيء، اقرب شيء ريحه الحبر، العلب مال حبر، اللي اكو اقلام مال حبر، مو قلم الجاف، قلم حبر تدوسه تمليه القلم نفس الريحه مال الحبر،
هذا الفاتوران. بالنسبة للفاتوران ان شاء الله انزل لكم فيديو عن المسكي وعن السندلوس. ومثل ما قلت لك الفاتوران براق، ودا اغلبه يجي احمر، لكن بي اصفر قليل، بي برتقالي قليل، بي زهري وردي قليل، لا يغلف ما يغلف، يبقى على لونه. مثل هاي السندلوس، هاي عمرها عندي ما يقارب 35 اكثر، ما تغير لونها، وماكو ريحة عطاب. لا تقول لي ريحة عطاب، فول عطاب، من يقول لك بيها ريحة عطاب؟ هذا لو صيني لو باكستاني او احتمال تركي، كله بلاستيك. حتى هسه هذا السوري اللي دي صنعها بسوريا، دي يجيب اصماغ يسوي الفاتوران والمسكي. شنو الاصماغ؟ الاصماغ يعني شنو قصده الاصماغ؟ الاصماغ اللي هذا يطلع من الشجر، اللي يستعملوه مثل علك البست، علك مي وعلك بسته، مش يسموه اصماغ، يعني تطلع من الشجر اصماغ، عرفتوا؟ علك اللبان. من هاي يجمعون مواد كيميائيه وياه ويسووه طبخه ودخلوه بفرن ويحطوا له صبغ ودي يسووه. اكو واحد سوري هسه بتركيا دي يسويه صراحه كلش روعه يعني، وحتى يعني صلابه بيه، ويعني جابه تقريبا 80 الى 75، انا اقول 75% الى 80%، شبيه الالمان. لكن الالماني انتهى الموضوع، ماكو الماني موجود، بس بالسوق دي يتداول. ما اريد اطول عليكم اخوان، ربي يبارككم. اي شيء تريد تصلح لي صلح لي، ما بيها شيء، انا اخوكم الكبير، وانا اتقبل الصغير والكبير واتعلم من عندكم همينه. اذا اكو شيء غلط بالموضوع لكن علمني بالصح، لا تعلمني بالغلط، اتقبل من عندك كل شيء. تحياتي لكم، ربي يبارك الجميع، ربي يوفقكم، ولا تخلون واحد يغشكم. اذا تحب ارجع واقول لك تابعنا، اهلا وسهلا. مثل ما قلت لك هذا العقد انا شارح عنه، شوف هذا عقد على اساس كهرب، وهذا يطوف بالماء وهو نايلون. مع الف سلامه.